من أحسن المناظر اللي شفتها في حياتي. أجواء أوروبية، تحس فعلاً إنك في أوروبا. سبحان الله، جبال سانت كاترين يا جماعة. احنا النهاردة في سانت كاترين، وهي ما نعتبرش في الصيف أساساً. The Sinai Peninsula. تحط بطانية كمان تغطى بيها في عز الصيف. في 5 تحت الصفر، في 10 تحت الصفر بعض الأحيان. قمة سانت كاترين موجودة على هضبة بترتفع ارتفاع 2285 متر فوق سطح البحر. ومحاط بيها مجموعة جبال، وهي القمة الأعلى فيهم في سيناء، بل وفي مصر كلها. وأعلاها قمة جبل كاترين وجبل موسى وجبل الصفصافة وغيرهم من الجبال. وبسبب الارتفاع ده خلى ليها مناخ متميز جدا، فهو معتدل في الصيف وشديد البرودة في الشتاء، وده بيخلي التلج يغطي قمم الجبال كلها. وطول فترة الشتاء التلج ما بيقفش، بينزل 24 ساعة يوميا، وده اللي بيخليك تحس فيها إنك في مدينة أوروبية. بعض الأحيان بيبقى التلج كل اللي حواليك، الجبال اللي انت بتصورها دي ما بتشوفش، بتشوف حاجة بيضاء كلها. أحسن وقت تيجي فيه هنا هو فصل الشتاء، ده طبعاً عشان تستمتع بتجربة الشتاء الأوروبي على أرض مصر. المدينة الوحيدة في مصر اللي بينزل فيها التلج طول فصل الشتاء. مدينة سانت كاترين كلها بتعتبر محمية طبيعية، وده بسبب أهميتها التاريخية والطبيعية والدينية كمان، وبتعتبر من أكبر المحميات الطبيعية في مصر من حيث المساحة. في الجبل اللي قدامنا الناحية دي كده اسمه جبل التجلي. وكمان مدينة مشهورة بسياحة السفاري وتسلق الجبال. وأما شهرتها بالسياحة الدينية علشان موجود فيها آثار دينية كتير، زي دير سانت كاترين، مقام النبي هارون، جبل موسى، منطقة القديسة كاترين، وبئر سيدنا موسى، وغيرهم كتير. درجة الحرارة بتوصل هنا ل5 و6 تحت الصفر. إنما في الشتاء بيبقى جو يعني برد بس ممتاز. هنا موجود جبل موسى اللي معروف بجبل الطور. احنا الجبل هنا طالعين جبل موسى. احنا على قمة جبل موسى، وده من أشهر الجبال المقدسة في الأديان السماوية، الإسلام والمسيحية واليهودية. ده الجبل اللي حصل فوق المناجاة بين الله سبحانه وتعالى وبين سيدنا موسى. اللي سيدنا موسى عليه السلام طلب من ربنا ان هو يرى عليه، قال ربي أرني أنظر إليك. وتلقى سيدنا موسى الوصايا العشر على الجبل ده. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. ده غير إن موجود فوق قمته كنيسة صغيرة لرهبان دير سانت كاترين، وكمان موجود مسجد فوق الجبل ده، وهنا بتجتمع أماكن العبادة للمسلمين والمسيحيين.
وده السبب الأول اللي بيخلي السياح بيفضلوا المكان ده وبييجوا من جميع أنحاء العالم. طبعا سيدنا موسى انهار، استخبى في كهف 40 يوم خشع فيه. أما السبب التاني فده لأنهم بيشوفوا مناظر طبيعية خلابة، وده لأنه محاط بسلاسل جبلية من كل الاتجاهات. وعلشان تطلع على الجبل ده في عندك طريقتين. الأولى إن تطلع من طريق الرهبان، والطريق ده عبارة عن سلالم حجرية فيه 3500 درجة تقريباً، وبيعتبر الطريق ده من أصعب الوسائل في الصعود، لكن هتحس إن هو سهل جداً وإنت نازل من عليه. والطريق التاني هو طريق الجمال، طريق عباس باشا، واللي مهد الطريق ده هو الخديوي عباس، وتسمى باسم طريق الجمال بسبب إن فيه جمال بتطلع عليه، وده علشان تساعد السياح للوصول لقمة الجبل. بس بتيجي قرب النهاية والجمال بتقف، وبتطلع انت حوالي 750 درجة علشان توصل لقمة جبل موسى. كمان موجود في المدينة دير سانت كاترين، ده من أقدم الأديرة في العالم، وده الدير الوحيد اللي فيه آثار لل3 أديان السماوية. ومن أهم المعالم هنا هي مكتبة الدير، ودي تاني أكبر مكتبة في العالم بعد مكتبة الفاتيكان. المكتبة دي فيها أكتر من 3000 مخطوطة مكتوبة بلغات مختلفة، منها اليونانية والسريانية وكمان العربية. شجرة العليقة، دي شجرة العليقة. دي شجرة العليقة، الشجرة اللي أضاءت لنبي الله موسى، موجودة جوه الدير اللي سيدنا موسى شافها. سيدنا موسى شاف فرع من الشجرة دي عمال بيتحرق، والنار عمالة تزيد فيه، والفرع الخضار بتاعه عمال يزيد برضه، فلا النار بتحرق الخضرة ولا رطوبة الخضرة وميتها عايزة تطفي النار. وهنا سمع صوت الله سبحانه وتعالى: احنا دلوقتي داخل الكنيسة الكبرى اللي بتتسمى برضو بكنيسة التجلي، وده بسبب تصميمها اللي بيتكون من 12 عمود. ال12 عمود دول بيمثلوا شهور السنة، فالكنيسة دي بتعتبر من أقدم الكنايس المسيحية. فيها استراحات موجودة وانت طالع، هتلاقي كمان ناس بتأجر كشافات وبطاطين وكل المستلزمات اللي انت محتاجها. رغم التلج اللي بينزل بس هتحس انك حران، وده بسبب المجهود اللي انت قاعد تعمله. تجربة ممتعة الصراحة. لو انت جاي لوحدك ومش عارف تطلع، هتلاقي مرشدين كتير هنا، وممكن تستأجر واحد ويطلع معاك لحد آخر الجبل. وانت جاي اعمل حسابك معاك في حاجات تديك باور، زي المشروبات الغازية والشوكولاتة والتمر. كل ما بتطلع على الجبل الأكسجين بيقل، وهتلاقي إن التنفس بقى صعب عندك، رغم إن الجو تلج بس أنا حرانة جدا. كل ما بتطلع الجبل هتلاقي التلج عمال يزيد، سبحان الله. واحد من أجمل المشاهد الطبيعية اللي ممكن تشوفها في حياتك.